بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده ستريبس عالمي. شوفوا اللون والجمال والحلاوه. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. تعالوا معانا نشوف هنعمله ازاي. هنعمل النهارده الستريبس من فيليه الفراخ، وممكن تعمل من الصدور عادي. ومعانا التتبيله بتاعتنا عباره عن طماطم وفلفل وتوم وبصل، هنضربهم في الخلاط وننزل بيهم على الفيليه، وننزل بمعلقه كزبره وبابريكا وفلفل اسود ومعلقه بهارات فراخ، ومعانا معلقه صويا صوص ومعلقه كبيره مستردة ومعلقتين كاتشب، ونقلبهم كويس. والملح معانا معلقتين ملح، معانا دقيق وعليه ملح وفلفل، ولبن وبيض برضو عليهم ملح وفلفل، والبقسماط عليها ملح وفلفل، كله متبل عشان التست تطلع في الاخر مظبوط. وهننزل في الدقيق اول حاجه، ندي طبقه، وبعد كده في اللبن والبيض، وبعد كده في البقسماط اخر حاجه. ودي الكميه بتاعتنا كلها بعد ما خلصناها، وهندخلها الفريزر لمده ساعتين. وكده طلع معانا من الفريزر، وهنقليه في الزيت، وهنحطه طبعا على قد حجم الطاسه اللي معانا علشان ياخد راحته في السوا. وطبعا الزيت معانا سخن جدا واحنا بننزل قطع الستريبس. وكده خلاص هنطلعه من الزيت بعد ما استوى تماما. وشايفين لونه بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. تعالوا بقى نشوف السمك والسوا واحنا بنقطعه. وهنقدمه النهارده مع مكرونه. لو عايزين طريقه المكرونه اكتبوا لنا في التعليقات. كان معاكم الشيف مصطفى الدواخلي من اسره الوليمه، ومستنيين تعليقاتكم على وصفاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الشيف مصطفى الدواخلي من مطبخ الوليمه. هنعمل النهارده محشي الافراح مع بعض. زي ما انتم شايفين قورنا الفلفل ونضفناه وكده بعد ما اتغسل. وطبعا هنعمل الخضار بتاعنا عشان نضيفه على الرز مع الصلصه. وده طبعا هنضيف التوابل، الملح، كزبره وكمون وبهارات، واخر حاجه الفلفل الاسود. وهنقلبهم كويس مع بعض. وهنحشي دلوقتي الفلفل زي ما انتم شايفين، وطبعا هنسيب فيه مساحه عشان السوا بتاع الرز ياخد راحته. طبعا كده بعد ما خلصنا كله هنضيف الشوربه بتاع اللحمه. الشوربه طبعا بتاعتنا بتبقى مركزه عشان كميه اللحمه بتبقى كبيره. وده البتنجان معانا برضه حشيناه بنفس الطريقه. ودي الكميه بتاعتنا كلها بعد ما خلصنا. وطبعا هنسقيه شوربه زي الفلفل كل ما يخش الفرن. طبعا هيخش هو داخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة كده بعد ما طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده مع بعض الستيك المشوي على الفحم. صلوا بينا على النبي وتعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. معانا حتة لحمة انتركوت، هننضفها بالشكل ده كده، الظهر بتاعها مش محتاجينه في حاجة. وهنقطعها مع بعض بالطريقة ديت شرايح كده ستيك. لازم بقدر الامكان الشرايح تبقى قد بعضها عشان السوا. تمام. والانتركوت من اطرى حتت اللحمه في السوا او في عمايل الستيك، تبقى كويسه جدا يعني ومناسبه. وكده بعد ما خلصنا تقطيع كل كميه هنجهز التتبيله مع بعض. طبعا احنا عصرين بصل وفلفل وطماطم وتوم، ومعانا كزبره وجوز الطيب وملح وفلفل اسود وبهارات لحمه اللي هي 7 بهارات. هنضيف معانا معلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره مستردة، ومعلقه كبيره كاتشب.
وهنقلبهم طبعا مع بعض كويس قبل ما نحط اللحمة بتاعتنا، وهنضيف اللحمة وهنقلبها كويس مع التتبيلة زي ما انتم شايفين مع بعض. وكده بعد ما اتبلت هندخلها التلاجة لمدة ساعتين، وبعد كده هنرصها في شبكة بالطريقة دي. ونرص الكمية كلها. وبعد ما خلصنا الكمية كلها في الشبك هنروح بيها على الفحم، هنديها صدمة من كل ناحية لمدة 5 دقايق. وكده بعد ما خلصت على الفحم خالص، بس هي طبعا لسه مستوتش، هنرصها في صينية فيها بصل وفلفل وطماطم متبلين طبعا، هنرصها بالشكل الجميل ده. وبعد كده هندخلها الفرن لمدة ساعة على نار متوسطة. وكده بعد ما طلعت من الفرن معانا، شايفين الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله، والسوا بتاعها والطعم والريحة حاجة جميلة جدا، وألف هنا وشفا. كان معكم الشيف مصطفى الدواخلي من مطبخ الوليمة، مستنيين تعليقاتكم على وصفاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الشيف مصطفى الدواخلي من مطبخ الوليمة. هنعمل النهارده مع بعض شيش طاووق. معانا صدر فراخ وبنقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين، ومعانا التتبيلة بتاعتنا بصل وفلفل وطماطم وتوم. بعد ما ضربناهم في الخلاط ضفنا عليهم شوية خل، شوية صويا صوص، والتوابل بتاعتنا معانا حطينا شوية مستردة وشوية كاتشب، والتوابل بتاعتنا كزبرة وبهارات وكمون وفلفل اسود والملح بتاعنا، ونقلب كويس وننزل عليهم بالفراخ. والمفروض ان هي تقعد في التتبيلة اقل حاجة 3 ساعات، او لو باتت في التلاجة يبقى احسن. وضفنا علبة زبادي طبعا كنا نسينها. وده الخضار بتاعنا بصل وفلفل الوان، وفي ناس بتحط طماطم معاها، بس طبعا احنا في الحر ما بنفضلها شويه. بنقطعه مربعات كده زي ما احنا شايفين. طبعا هنشيش دلوقتي بعد ما نخلص، وهنبدأ نشيشه مع بعض. واحدة فلفل وواحدة فراخ، واحدة بصل واحدة فراخ واحدة فلفل كده، يعني زي ما احنا شايفين مع بعض. وكده بعد ما كل الكمية خلصت معانا هندخله الفرن على درجة حرارة 200 تقريبا، هياخد من ساعة الا ربع لساعة. وكده بعد ما طلع معانا من الفرن حاجة بسم الله ما شاء الله. مستنيين استفساراتكم وتعليقاتكم على الفيديو. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الشيف مصطفى الدواخلي من مطبخ الوليمة. هنعمل النهارده ان شاء الله رز البسمتي بتاع الافراح بطريقه جديده. اول حاجه هننزل بالبصل، شويه سمنه، ومعانا شويه لحمه مستويين نص سوا، ودي اختياري يعني، اللي عايز يحط ماشي، اللي مش عايز براحته. هنقلبهم مع بعض شويه، وبعد كده هننزل عليهم بشويه جزر مبشور عشان بيعلي معانا التيست، ونقلبهم شويه مع بعض. وبعد كده هننزل بالبهارات، معانا ورق لورا وبهارات اللي هي 7 بهارات وفلفل اسود، وهنقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هننزل عليهم بصلصة طماطم. الرز بتاعنا طبعا غسلينه كويس ونقعينه لمدة نص ساعة. وهننزل دلوقتي بالصلصة وهنقلبهم مع بعض وهنسيبهم شوية. واخر حاجة هننزل بشوربة اللحم.
زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، لون الرز حاجة تفتح النفس، والطعم كمان بسم الله ما شاء الله جميل جدا، وبألف هنا وشفا. ومستنيين استفساراتكم وتعليقاتكم على وصفاتنا. سلام.